السلام عليكم، أنا أحمد الإمام، وحلقة جديدة وهنكمل كلام مع رجب عن كافكا. اتكلمنا قبل كده مع رجب في البودكاست بالتفصيل، أو كانت حلقة طويلة شوية. اتكلمنا عن إيه هو كافكا وإيه اليوز كيسز بتاعته، واتكلمنا عن إزاي هو شغال، الاركتكتشر بتاعه شغال إزاي من جوه، إزاي وأنا بيحصل بروديوس للمسج، وإزاي بيحصل لها كونسيوم، وكلام كتير جدا. وكانت الحلقة إلى حد ما ادفانسد، فاحنا قررنا ان احنا النهارده الحلقه دي نتكلم عن موضوع مور ادفانسد. فتابعوا معانا ونتمنى ان انتوا تفهموا منه حاجه يعني. الموضوع ده احنا هنتكلم عن كافكا ترانزاكشنز. زي ما احنا عارفين في الداتابيزز كونسبت الترانزاكشن ده موجود، واحنا غالبا ما بنشغلش بالنا بيه قوي، لان الداتابيز بتقوم بده بنفسها من غير اي مجهود. بس بمجرد ان انت بتروح للديستريبيوتد سيستمز، وبيبدا لو انت عندك الابلكيشن بتاعك مايكرو سيرفيس والكومبوننتس بتاعتك متفرقه، فبتبدا وقتها تحس ايه ده الداتابيز كانت بتحل لي مشكله كبيره وانا مش حاسس. حاليا بقيت انا عشان اعمل اوردر واسحب فلوس من ده، واسحب فلوس من الشخص، واتاكد ان البرودكت او الحاجه اللي اشتراها راحت له، واتاكد من العمليه كلها. بقى الموضوع مش سهل، وفي ظل ان انا بستخدم مايكرو سيرفيس مثلا. فطبعا غالبا يعني انت هتكون مايكرو سيرفيس لو بتستخدم كافكا وعندك سكيل الى حد ما كبير. غير كده هكون غالبا مش هتضطر تروح لكافكا. هنفترض ان انت رحت لكافكا. حد ممكن يقول طب انا ما بستخدمش كافكا او مش هستخدمه. طيب هي هتبقى مجرد معلومات هتفيدك ليه انك تعرف الكومبوننت ده شغال ازاي عموما، يمكن تحتاجه. غير كده ان هو بيطبق كونسبتس الخاصه بالديستريبيوتد سيستمز، فانت هتفهم بقى الكونسبتس اللي هي بتدرسها بشكل نظري في الكتب وهكذا، ازاي بقى الناس قدرت تستخدمها في تولز، وايه المشاكل اللي بتقابلهم. ازيك يا رجب، عامل ايه؟ معلش كانت مقدمة طويلة، برحب بيك للمرة التانية، ويمشي التانية. انت راجل يعني من مؤسسين القناة. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله بخير. قول لنا هتكلمنا في ايه النهاردة، بما ان انا رغيت كتير في الاول. طيب، هو مبدئيا احنا المره دي هنتكلم شويه عن الحاجه. يعني كافكا الى حد كبير بيحاول ان هو ينفرد بحلها يعني، وهنشوف هل هو فعلا اكشوالي بيحلها ولا لا. هنتكلم عن الاكزاكتلي وان سايد امبوتنسي، وازاي كافكا ممكن بيهندل او بيأدرس البروبلم دي، وهنشوف هل فعلا هو حلها فعلا ولا بيحاول ان هو يحط تريد اوفس عشان يحلها alternative تريد اوفس، يعني مش ريال سوليوشن. هنتكلم هو بيشغال ازاي من جوه عشان تفهم امتى تستخدم الفيتشرز دي في اباتش كافكا. هنتكلم عن موضوع ريليتد للاكزاكتلي وان سايد امبوتنسي وهو كافكا ترانزاكشن. ازاي في الديستريبيوت سيستم ان انت تقدر تبيهيف الترانزاكشن، تاخد البيهيفير اللي هو اول اور نون بيهيفير زي الترانزاكشن في الداتابيز، ازاي تبعت مسجز، باتش اوف مسجز على كافكا، اكتر من توبيك بارتيشن اللي هو ممكن يكون ديستريبيوت على اكتر من ليدر. انت عارف ان كافكا كل بارتيشن، كل توبيك بارتيشن بيبقى له ليدر مختلف، فالمفروض ان هو هيكتب الكلام ده، وازاي يا اما بيبعتوا كلهم مع بعض يا اما يفيلوا كلهم مع بعض، وازاي كافكا بيديك الاوبشن ده، وازاي هو بيشتغل وايه مشاكله وايه عيوبه. ففي البدايه خالص خلينا نتكلم الاول عن ايه المشكله اصلا اللي احنا بنحاول نعالجها. ليتس سي خلينا ناخد اكزامبل على حاجه زي الفلوس مثلا. انا النهارده عندي بعت مسج ان انا عايز احط بالانس من الاكونت بتاعي الاكونت بتاعك انت. تمام. فاللي بيحصل انا علشان لازم العمليه دي تتم بشكل اتوميك علشان ما يحصلش ايه دوبليكيت ديبوزيت هنا، او ينكريز الحاجه هنا، او يخصم تاني الحاجه في ان كيس اوف ريترايل يعني، او ان كيس اوف فيلير، لان عشان ما طبعا يخصمش مني الفلوس مرتين لو حصل اي مشكلة بالظبط. او حاجات شبه كده يعني. او بالظبط الاقي ليه الفلوس بقى؟ دخلت لي مرتين لو انت بتحول لي، جات لي انا مرتين، او حاجات من دي يعني. الموضوع ده في المونوليثيك اركتكتشر بشكل عام محلول. انت ما بتعمل بيحصلش. ترانزاكشن في السيكوال عادي جدا، وبتاخد بقى بتاخد بقى الحاجات الحلوه بتاعت ترانزاكشن رول باك والكلام ده كله خلاص. لكن في الديستريبيوت سيستم للاسف انت ما تقدرش تعرف المشكله فين بالظبط. يعني انا النهارده بعت مسج للبروكر، احنا شفنا طبعا في البودكاست اللي فاتت لما بتيجي تبعت مسج للبروكر والمفروض بيستنى اكنولجمنت، البروديوسر كلاينت بيستنى اكنولجمنت عشان يعتبر ان الكلام ده سكسيدد يعني. ممكن البروديوسر يبعت مسج للبروكر، البروكر ياخدها فعلا ويريبليكيتها، وبعد ما يريبليكيتها يفايل ان هو يبعت اكنولجمنت ثرو نتورك بارتيشن او اي نتورك ايشو حصلت في النص. للاسف البروديوسر او الكلاينت عموما ما يقدرش يعرف بالظبط هل البروكر خد المسج فعلا
وعمل لها ريبليكيتد صح ولا ما خدهاش. فكل اللي ما عليك ان انت بتعمل حط اسامبشن المسج دي ما وصلتش وبتحاول تبعتها تاني. انت وحظك لما بتبعتها تاني تمام ممكن تكون فعلا ما اتبعتتش والريترايل ده صح، بس يعني المشكله انها بقى اتبعتت فهنا حصل دوبليكيشن. دي اول بروبلم من البروبلمز بشكل عام اللي محتاجه ايدنبوتنسي. طيب تاني مشكله ان انت اصلا احيانا بتبقى عايز تكتب بقى، دي مشكله اعقد شويه، ان انا عندي تو توبكس عايز اكتب على التو توبكس دول at the same time، يا اما ينجحوا مع بعض يا اما يفعلوا مع بعض. او سيناريو ثالث، انا ليتس سي النهارده عندي مسج، عندي كونسيومر فسحبت مسج من الحاجه دي. المفروض احنا اتفقنا قبل كده ان الكونسيومر محتاج يكمت الاوفست او يقول كافكا انا واقف فين في انا وصلت لحد الاوفست ده، والاوفست ده بالنسبه لي كوميتد ليه، علشان لو الكونسيومر ده حصل له ريستارت وهو ما عملش كوميت هيري بروسيس المسج دي تاني. تمام. طيب ليتس سي انا النهارده بقرا من توبيك والمفروض ابروسيس ديتا على توبيك تاني، وفي الاخر بعد ما اخلص العمليه دي اقول له انا كوميت خلاص المسج دي اللي انا عملت عليها بروسيسنج، وجزء من البروسيسنج ده ان انا ببعت المسج لتوبيك تاني. بالظبط انت لما بتشتغل ستريمنج باقول لمين؟ باقول لcoordinator، يعني في coordinator في النُص هو بيهندل الحتّة دي؟ انت بتقول الكوردينيتورز بتاع الكونسيومرز تمام ان المسج دي كوميتد عشان تتسجل في اللي هو الكوميت اوفست انترنال توبيك. تمام. الcoordinator بتاع الconsumer group. الكونسيومر تمام ده اتكلمنا فيه قبل كده. فانا تمام. بقول لك انت النهارده اي ستريمنج ابلكيشن عباره عن انا باخد المسج مثلا من توبيك وبعد كده بكتبها في توبيك تاني، اعمل عليها شويه بروسيسنج واكتبها في توبيك تاني اند سو اون. طيب اللي حصل ان انا عملت كونسيوم، قريت المسج، بعد كده عملت عليها بروسيسنج وبحاول ابعتها لتوبيك تاني، وفي الاخر خالص بقول له كوميت. طيب وانا بقول له كوميت الاوفست بتاع الكونسيومر الاولاني اللي انا سحبت بيه المسج الاولانيه اللي انا بعمل عليها بروسيسنج، حصل نتورك انتربشن وانا ما قدرتش اقول للكونسيومر ان انا ايه، ان انا قريت المسج دي فعلا وعملت لها بروسيسنج فما تبعتهاش تاني. ايه اللي إمم. هيحصل؟ الاب يحصل له ريستارت، انت بتريستارت لوجيك عادي جدا، والاب هيبدا ان هو يسحب المسج دي تاني، هينفذ نفس اللوجيك من تاني. إمم. تمام. المشكله مش هنا، المشكله ان ممكن يكون في كونسيومر تاني بيقرا من التوبيك اللي انت بتحاول تعمل عليه بروسيسنج وتكتب فيه. تمام. إمم. فهو هيقرا المسج دي مرتين، مره لما انت كتبتها في النص وفايل ان هو يعمل كوميت، ومره تانية لما بتحاول المره الجايه ايفن سكسيد، وكل مره فيلير هيحاول برضو يعمل الكلام ده كله. فوقتها تمام. الaction اللي الconsumer بيعمله هيتنفّذ مرّتين. هيتنفذ بقى يعني هيتنفذ مرتين 3 4 على حسب ما لحد ما البتاع ده سكسس وخلاص. تمام. مع كل فلان retry قصدك هو مع كل هيقعد لو ريتراي بالظبط هتريستارت الابلكيشن، تريتراي، تسحب المسج، تكتب، ما تتفايل انت تكمت اند سو اون وهكذا. تمام. فالداون ستريم سايدز او الكونسيومرز التانيين اللي هم انترستد في البروسيس دي مسج دي اللي هي على التوبيك التاني، هيحصل عندهم مشاكل في اللوجيك دوبليكيشن، ودوبليكيشن ممكن طبعا في بعض اليوز كيسز توليريتد جدا مع انه يبقى في دوبليكيشن، لكن في حاجات زي ما قلنا الفلوس والكلام ده ما ينفعش إمم. ان انا ادوبليكيت اللوجيك يعني أنت دي. قصدك لو بابعت notification والّا بابعت email مش مشكلة لو الnotification أو الemail جه مرّتين، إنّما لو حاجة فيها فلوس بقى وحاجة هتزعّل بالظبط دي يعني الحاجات مشكلة. اللي فيها كريتيكال فالموضوع ده ما ينفعش. فاحنا هنا ممكن ندرس 3 انواع من السيمانتك ديليفري او ديليفري سيمانتك، وهم at most once idempotency. at most once انا بعت المسج فاير اند فورجيت، فبعتها وما جاليش اكنولج فخلاص المسج دي داتا لوستد. تمام. فانا مش هريتراي تاني. fire and تمام. forget دي معناها إن أنت هتبعتها ومش مستني acknowledgement. بالظبط انا بعتها تمام فيلت نجحت انا ما اعرفش. تمام. asynchronous زي ما بيقولوا. بالظبط فيلت او نجحت انا ما اعرفش. تاني حاجه اللي هي المشهوره او اللي هي الموست يوزد اصلا اللي هي ايه at most once idempotency، واللي هتلاقيها في اغلب في مسج كيو كتير بتسبورت at least once idempotency. ال at least once idempotency هو السيناريو اللي احنا شرحناه من شويه، ان هو انت هتجارانتي ان المسج دي مش هتضيع، لكن مش تقدر تجارانتي ان المسج دي تتبعت مره واحده. ف at least once يعني most of cases ممكن تستخدمها، يعني اغلب الكيسز ممكن تستخدمها، لكن في كيسز زي ما قلنا كريتيكال ما ينفعش تبقى انت متسامح مع فكره الدوبليكيشن دي خالص. فإحنا تمام. هنفترض عشان برضه ما نكبّرش الموضوع علينا، هنفترض إن إحنا بنركّز على case الtransaction. هنحاول نsimulate اللي كانت الdatabase بتعمله، اللي هي يا كُلّه يحصل يا لأ. ف
هنشوف بقى ده فعلًا يعني بتقدر تنفّذه بكافكا والّا يعني لأ، يعني هنشوف أو لو إحنا محتاجين ننفّذ ده هننفّذه إزاي بكافكا ونشوف إيه المشاكل اللي هتقابلنا. بالضبط، فهي م ف ف ف finally بقى الexactly one side idempotency اللي هو أنا عايز أبعت الmessage دي ومن غير data lost ومن غير duplication. تمام. للأسف المشكلة دي ما لهاش حل في الdistributed system عمومًا يعني، هي ليها trade offs. أحد الحلول إن أنت تعمل deduplication logic اللي هو إيه، أنا النهارده بعتّ الmessage دي تمام، فأنا بيبقى في عندي مثلًا collaboration ID على الmessage أو أيًا كان، وأنا مسيّفه عندي في الdatabase أو سايفه عندي في مكان، ولمّا ييجي لي الmessage دي تاني هاcheck وneglect الكلام ده، أو إن أنا إيه، ما أعملش حاجة تجاه الmessage دي وهكذا. correlation ID ده اللي هو بتهندل بيه الidempotency اللي هو UUID معيّن أنت بتcheck آه. عليه بحيث تتأكد إن دي حصلت مرّة واحدة. فأنت معمول له مسيّف الstate بتاعته عندك، مسيّفه عندك على البتاع ده، بس للأسف الdeduplication logic ده stateful solution. يعني إيه stateful solution؟ يعني أنا محتاج أreplicate الlogic ده كل مرّة باجي أعمل consumer أو باجي أعمل application هيconsume، محتاج أكتب الlogic ده تاني. فباجيب تمام؟ الstate عندي. بالضبط، فما فيش حل اللي هو إيه، أنا أحطه على الحاجة اللي أنا باتعامل معاها دي تمام، فهو يhandle القصة دي. اهم. تاني حاجة وده اللي كافكا بيعمله شوية، إن أنا أfake الexact one side idempotency. عن طريق إن أنا أlog الstates بتاعتي أو أlog الحاجات اللي أنا باعملها، حاجة أشبه بالtwo phase commit pattern في الdistributed system بشكل عام يعني، حاجة very close يعني. طيب طيب وضّح لنا بقى يعني خلّينا نروح برضه عشان الناس تشوف بقى بالرسومات الموضوع هيبقى أوضح، إحنا حاولنا بس في الأول ناخد discussion سريعة نفهّمكم المشكلة وبعد كده هنبدأ نتكلّم عنها بقى بالتفصيل بdiagrams ورجب مجهّز لنا حاجات كويسة. طيب يالّا بينا. دي المشكلة إحنا كنا بنتكلم عنها من شوية، إن أنت هنا عندك الconsumer بيحاول يقرا من الtopic ده اللي هو موجود lead على بيقرا من البروكر ده على الtopic ده، وده الproducer في نفس الapplication بيقرا الmessage دي وبيحاول يبعتها تمام. ونفس الكونسيومر ده بعد ما البروديوسر يبعت المسج ويخلص الستبس بتاعته، بيحاول ان هو يكمت الاوفست في الكونسيومر اوفستس وفيل. فاللي اهم. حصل ان ده يعمل ستارت، وده كونسيومر تاني خالص قاعد بيقرا من التوبيك ده اللي اتكتب عليه التوبيك بارتيشن ده اللي البروديوسر ده كتب عليه، فده عمال يكتب وده عمال يقرا. ده عمال يقرا ايه؟ عمال يقرا ديرتي داتا. تمام. ليه؟ اهم. لان العمليه لسه ما حصلتش وكل شويه عملت راي، فده الديرتي داتا وده ديرتي سوليوشن. احنا عايزين نافويد السوليوشن ده. طيب كافكا بيintroduce حاجة وهي الexactly once feature. دي مثلًا إن أنت لو أنت بتستخدم streaming client ممكن ممكن بhigh level تحط الflag بتاع exactly once v2 وv2 علشان v1 هم حسنوا الperformance بتاعة الprocess دي في v2. فدي high level لو أنت بتستخدم الstreaming client تمام. which is الstream client ده مش متوفر في كل اللغات بنفس القوة أو بنفس الfeatures اللي موجودة في الكلاينت بتاع الجي في ام او بتاع الجي في ام لانجويج زي جافا. يعني كافكا ستريم ده ستريمينج اي بي اي اون توب اوف كافكا تمام. فالستريمينج كلاينت متهندل كويس جدا وفي كل الفيتشرز حتى اكزاكتلي وانس فيتشر وفي كل الكابابيلتيز بتاعت الستريمينج عموما بشكل عام اللي الستريمينج اي بي اي بتاعت كافكا بتهندلها. لو انت رحت كلاينتس تاني مثلا زي بتاعت جافا سكريبت او روبي او جو او الكلام ده، ممكن ما تلاقيش اصلا كلاينت للستريمينج خالص، وتلاقي الكلاينت بتاع اللي هو البروديوسر كونسيومر العادي تمام، اللي هو اللو ليفل يعني. وممكن تلاقيه بس كوميونتي كده وناس ايه قاعدين هم اللي بيحاولوا ان هم له رود ماب يعني ولسه شغالين في الموضوع يعني. تمام. هو كافكا ما فغالبا بيهندلش دي من عنده، أنت بتهندلها من الapplication فهُم بيبقوا عاملين clients وحاجات عشان أنت تستخدمها زي library أنت تقدر تستخدمها في الapplication بتاعك، فهي ما هو محلولة code wise مش من الtool نفسها. خلي بالك عشان بس الستريمينج اي بي اي دي اي بي اي ان توب اوف كافكا، يعني ما فيش حاجه. يعني انت مثلا لما بتيجي تعمل ستريمينج في كافكا هو اكشوالي بيكاريت انترنال توبكس جوه، وبيستخدم برضه بروديوسر وكونسيومر من تحت. يعني هي دي حاجه هاي ليفل تمام. طب إحنا إيه علاقة الstreaming بقى بالحتة بتاعة ما هو الtransaction؟ كافكا ترانزاكشن دي لو ليفل اي بي اي، وفي الغالب لو انت بتستخدم كلاينت تاني غير الستريمنج يعني انت مثلا ليتس سي ما بتعملش ستريم بروسيسنج دلوقتي وعايز تعمل السيناريو اللي احنا عملناه ده تمام بالبروديوسر والكونسيومر العادي، فانت محتاج تستخدم كافكا ترانزاكشن. طيب انت ممكن تعمل الستريم بروسيسنج اللي هو عباره عن ان هو بيقرا من توبيك وبيبعت في توبيك والكلام ده. لو انت عايز تنفذ الستريمنج بقى بايب لاين دي بشكل اتوميك بالشكل اللي احنا شرحناه ده، فانت بتحط الفلاج بتاع اكزاكتلي وانس في 2 على الستريمينج كلاينت يعني كونفيجريشن تمام. اهم. فهو بيهندل لك الموضوع ده كله من تحت، هو من تحت اصلا بيشتغل ترانزاكشنز يعني في الاخر.
فانت كيوزر هتستخدم كافكا، الموضوع كله هو كونفيجريشن، انت هتعمل لها انيبل، بس احنا لأ، بنحاول نفهمك ايه اللي بيحصل لما بتعمل الكونفيجريشن دي. بس خلي بالك الكونفيجريشن اللي هو enable اللي هو الفلاج بتاع exactly once v2 ده ابلايد على الستريمينج كلاينت بس، مش ابلايد على البروديوسر والكونسيومر كلاينت اللي هم تراديشنال. فعلشان تستخدم الكلام ده فانت محتاج تانفولف كافكا ترانزاكشن، وده له ليفل بعد شويه ممكن نشرح هو الكلام ايه ده بقى بكود كافكا شويه. ترانزاكشن اللي انت طيب قصدك؟ ده كافكا، موديول جوه كافكا؟ كافكا ترانزاكشن دي بروسيس بتحصل جوه كافكا، تمام؟ لما بتيجي تستخدم كافكا ترانزاكشن، بروسيس بتحصل بعضها في كافكا وبعضها في الكلاينت سايد، يعني على مستوى الكونسيومر والبروديوسر دول الكلاينت سايد بتاعك، والبروكر ده السيرفر سايد. بعض اللوجيك ده موجود جوه البروكر، وبقيه اللوجيك بيبقى موجود على الكلاينت، سواء كنت بتستخدم على الكونسيومر كلاينت او البروديوسر كلاينت. طيب ايه اللي بيحصل ان انا لو جيت بدل ما استخدم الكونسيومر والبروديوسر العادي ده، تمام، قلت له بيجين ترانزاكشن. طيب خلينا اوضح حته بس صغيره عشان الناس تبقى شايفه الكود نفسه شكله ايه في الحته دي. انا كريت هنا بروديوسر كلاينت، بعد ما بروديوسر كونكت ببدا ان انا ابيجين ترانزاكشن، افتح ترانزاكشن للبروديوسر ده. فبدل ما بكتب المسج على طول انا بكتبها وزن ترانزاكشن، وبعد كده يا اما بكوميت الترانزاكشن ده يا اما بابورت الترانزاكشن لو حصل فيلير اند سو اون. تمام، انا حبيت بس اوضح الحته دي بكود وايز بحيث ان الناس تبقى فاهمه متخيله السيناريو يعني. نرجع تاني للكلام ده. اول ما انا بقول له بيجين ترانزاكشن، الكلام ده كله على البروديوسر دلوقتي، يعني هنتكلم على الكونسيومر بعدين. البروديوسر لازم يديفايند ترانزاكشن اي دي. الترانزاكشن اي دي انت في الابلكيشن بتاعك زي ده كده، باجي هنا اهو بقول له ان البروديوسر ده له ترانزاكشن اي دي. الترانزاكشن اي دي ده يونيك ايدنتيفاير انت بتديفاينده عندك، سواء جي اي دي او بتسميه زي ما انت عايز، تمام؟ اول ما بتقول له انيشيت ترانزاكشن، لو تفتكر في اللي هو الجروب كوردينيتور بتاع الكونسيومر جروب، في هنا برضو ترانزاكشن كوردينيتور اللي هو المسؤول عن التعامل مع الترانزاكشنز بشكل عام. طيب البروديوسر بيعمل ايه؟ اول ما يعمل بيجين ترانزاكشن بيبعت ار بي سي ريكويست للترانزاكشن كوردينيتور. الترانزاكشن كوردينيتور ده برضو بيبقى فيه بروكر هو اللي بيقوم بالعمليه دي، وله برضو ليدر الكشن وله ريبليكيشن زيه زي الكونسيومر جروب، زيه زي الليدر الكشن العاديه بتاعت كافكا، يعني بيمر بنفس البروسيس يعني. لان في كونسنسس برضو هنا ان ده لو وقع في بروكر تاني بيقوم بمكان الترانزاكشن كوردينيتور والكلام ده. فبيبعت بيقول له انا عايز افتح ترانزاكشن. البروكر او الترانزاكشن كوردينيتور بيعمل ايه؟ بيبعت له بي اي دي، بروديوسر اي دي. البروديوسر اي دي ده ما بيتغيرش، يعني كل ما تبعت ترانزاكشن اي دي ده هيحاول يبعت بروديوسر اي دي. وبيعمل اللي هو بيزود اي بوك. الاي بوك اللي هو الجنريشن كلوك بشكل عام، اللي انا بقدر ازود مونوتونيك رقم، بزود رقم بيزيد بشكل مونوتونيك، تمام؟ علشان لما يجي البروديوسر ده يقع، تمام، لما البروديوسر ده يقع وبروديوسر تاني يقوم بنفس الترانزاكشن اي دي والبروسيس اي دي، فهو بيزود الايبوك ده اللي هو بيتسيف في السناب شوت. فلما بيزود الايبوك ده ويجي البروديوسر القديم ده يقوم، بيقول له لا انت مش هتعرف تكتب حاجه عشان انا دلوقتي في بروديوسر تاني مكانك قام. فهو انا بيعتبره زومبي. ايفن حتى لو البروديوسر ده كان وقع في بروديوسر تاني قام، والبروديوسر ده من تحت رجع تاني لاي سبب، يعني كان حصل بوز مثلا في الابلكيشن ففي بروديوسر تاني قام فرجع تاني الانستنس بتاعت البروديوسر دي تحاول انها تكتب، كافكا بيمنعها. طب ولنفرض ان انا خلاص انا خدت الترانزاكشن اي دي، بعت ترانزاكشن اي دي، خدت بيه بروديوسر اي دي وبدات اكتب. اول حاجه لما انا النهارده عايز اكتب المسج على التوبيك ده، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه البروديوسر بيعمل ار بي سي كول تاني للترانزاكشن كوردينيتور عشان يقول له انا عايز الوج ان انا هنفذ عمليه معينه، اللي هي بيبقى البي لوب بالمنظر ده كده، تمام؟ هنا البروديوسر اي دي، الاي بوك، تمام؟ البروديوسر اي بوك بتاعي مثلا ممكن يبقى زيرو، اي رقم على حسب عدد المونوتونيك بيزيد يعني. والستيت بتاعتي، الستيت بتاعتي اول ستيت بانيشيت الترانزاكشن. بعد ما تانيشيت ترانزاكشن انا ببريبير الترانزاكشن ده، تمام؟ يعني في تو ستيجز، البريبير ستيجز والبريبير كوميت او بريبير ابورت. وبقول له الانفولفد توبيك بارتيشنز. يعني ايه البارتيشنز الانفولفد؟ يعني انا النهارده ببعت المسج على التوبيك ده، فحصل الهاش فانكشن اللي هي بتشوف انت هتكتب المسج دي فين عن طريق الكي وكده. بعد كده بقول له بص انا هكتب على هكتب انا حاليا دلوقتي بكتب على التوبيك بارتيشن ده، ممكن يبقوا اكتر من توبيك بارتيشن، فهو بيقعد يلوج العمليات دي بتاعته قبل ما يبعت. فانا قبل ما ببعت للترانزاكشن ستيت ده توبيك انترنال جوه كافكا، بيلوج فيه العمليات دي، المسج بتبقى بالشكل ده.
هو بيعمل ليه كده او بيلوج ليه هقول لك دلوقتي. طيب فخلّيني أقول لك طيب اللي أنا فهمته، وعشان نتأكد بس هو صح والّا لأ، وبرضه أوضّح للناس معايا يعني. هو بيحاول يsimulate زي اللي بيحصل في الdatabase، فهو بيبدأ transaction وبيشوف مين الناس اللي هي إيه، مهتمية interested في الtransaction دي أو هيتعامل معاهم في خلالها، وبيبدأ اللي هم الtopics زي ما أنت بتقول، فبيجمّع من الtopics اللي أنا هاتعامل معاها، اللي هم اللي هيحصل عليهم updates مختلفة، بس هو مش هيconfirm أو يcommit الtransaction دي من غير ما ياخد acknowledge من كل الناس دي إن أنا تمام، وقتها يبدأ يcommit. هو هيفضل يعني مستني في مرحلة شبه الtransaction كده اللي بتحصل على الdatabase لحد ما كله يقول له أنا تمام، وقتها هو هيcommit. هو ده كده فعلًا والّا أنا فهمت غلط؟ يعني هو مش بالضبط، بس ده تمام. هو الفكرة كلّها إن هو بيلوج الoperation وبعد كده يروح يكتب الmessage على الtopic، تمام. بس الmessage دي عليها الoffset ده أو المكان ده عليه pending state pending marker، الtransaction coordinator ده عليها pending marker. ليه بقى؟ لإن الmessage دي أنا كاتبها على الtopic بس مش available للconsumer عشان it is not committed yet، تمام. إحنا هنشوف مش available لأنهي consumer، لإن الconsumer برضه محتاج configuration علشان أقدر أقرا الmessages الcommitted بس. وأنا يعني هاوضّح الحتّة دي، بس خلّيني أكمّل الprocess بتاعة الrights. فأنا رُحت جاي باعت لده خلاص، فكتبت وخلّصت وعايز أعمل commit. ده برضه بيبعت الproducer بيبعت للtransaction coordinator بيقول له حُط لي هنا commit marker. بيبدأ بقى الtransaction coordinator ييجي على ده ويقول له commit marker، commit marker، يحُط commit marker وهكذا. الcommit marker تمام، ممكن يبقى abort وممكن يبقى committed، يعني أنت فاهم قصدي؟ committed يعني الdata available سواء فشلت أو نجحت. يعني هو سواء لو حصل مثلًا transaction abort بييجي الtransaction coordinator ده بيحط abort marker على الmessage هنا وabort marker على الmessage هنا، تمام. هي بتبقى available للconsumer بس الconsumer بيعمل لها filter out وهنشوف ده إزاي يعني. ده الجزء اللي بيتم على الclient side يعني. طيب بعد ما البروديوسر ده يلوج العمليات بيبدا ان هو يحط بقى ايه، يلف على كل واحده دي كوميت دي كوميت دي كوميت لحد ما تبقى الداتا افيلابل للكلاينت او للكونسيومرز، تمام. في حاجه بالنسبه لك مش واضحه في اللي انا قلته قبل ما ادخل في حاجه هو تانية؟ أنت قُلت أمّا أنا قُلت لك أنت قُلت لأ هو مش بالضبط، فأنا كنت مستني أعرف إيه اللي كان مختلف يعني، وعشان أفهم الحتّة اللي ناقصة يعني. انا بقول لك الجزء بتاع ان هو شبه الداتابيز، هو مش شبه الداتابيز بشكل عام يعني. هي الفكره كلها ان هو ان هو البروديوسر اكشولي بيكتب المسج، يعني مش هيستنى ده يكتبها. يعني هو لما بيبعت يلوج بيرجع يكتب هنا تاني، بس بيكتب وهي عليها ماركر. فانا تخيلت ان انت قصدك ان هو ما بيكتبش الا في الاخر، لكن لا، هو بيكتب فعلا على المسج وبتبقى كتبت لأ، خلاص أنا قصدي وكوميونيكيت. بمعنى الcommit اللي هو الcommit النهائية، اللي هو الcommit اللي هو النهائية بتاعة الtransaction. هيلف عليهم بقى توبيك، كل اوفسيتس هيلف عليهم ويبدا ان هو ايه، كل الانفولفد توبيك بارتيشن هيبدا ان هو يحط الماركر بتاع الكوميتد مسج، تمام. فهو أنا create transaction، الtransaction دي involved فيها عدد من الtopics دول اللي هي يعني إيه، اللي لو حصلت عليهم وكان كُلّه تمام، وقتها هاعتبر إن الtransaction دي سليمة. فأنا باحط marker باعلّم إن دي تمام، دي تمام. لو افترضنا إن كل الmarkers دي كانت كُلّها معناها commit، يعني ده كان succeed ما عملش failure، ما عملش fail على أي topic منهم، هنفترض إن كُلّه كان سليم يعني. وقتها هيبدأ يcommit بقى الtransaction نفسها، وبعد كده تبدأ الconsumer بقى اللي هو interested إن هو يقرا الحاجات اللي only committed مثلًا، فهو هيبدأ يشوفها دلوقتي، قبل كده ما كانش هيقدر يشوفها. بالظبط. فعموما الكونسيومر فيه تفاصيل هناخدها دلوقتي. طيب تعالى نتكلم بقى في الكيس لو حصل السيناريو ده ان هو فعلا فيل. فلما ده يفيل الاب هيعمل ريستارت. الاب لما يعمل ريستارت هيقوم بنفس الترانزاكشن اي دي، تمام، البروديوسر ده. طيب كان في ترانزاكشن في النص شغال، تمام. الترانزاكشن من ضمن الكونفيجريشنز بتاعته ان انت بتديفاين له تايم اوت. التايم اوت بشكل عام انت ممكن تحط له تايم اوت بيزد ماي لوجيك او تستخدم الديفولت تايم اوت. فلما الترانزاكشن ده لسه الستيب بتاعته بيندنج، يعني مش لا ابورتد ولا كوميتد، لا كوميتد سكسسفول ولا كوميتد ابورتد، تمام، الترانزاكشن كوردينيتور بيعمل له ابورت. هو لنفرض ان هو لسه مش تايمد اوت وده قام تاني البروديوسر. احنا اتفقنا لما البروديوسر يقوم تاني، لما البروديوسر جديد بيكريت الترانزاكشن كوردينيتور بيعمل ايه؟ بيروح يشوف عنده هيلاقي ان بنفس الماي ترانزاكشن اي دي ده كان في بروديوسر كان موجود قبل كده وفي ترانزاكشن شغال. بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يحط ابورت ماركر على العمليه دي
ويبدا ان هو يبدا يعمل ابورت على الكلام ده. هنا مش هيحصل دوبليكيشن. ليه؟ لان المسج اللي فاتت سواء اتكتبت على التوبيك او الترانزاكشن يعني ما نجحش ككل، اللوجيك كله بتاعي مش سكسيدد، جزء منه الترانزاكشن كوردينيتور هيحط ماركر ابورت ماركر على المسج دي ومش هتبقى افيلبل للكونسيومر. تمام. لحد فانا ما دلوقتي اشغلش احنا بالي بالقديم، يعني القديم خلاص انا عارف انه حتى لو هو لسه ستيل راننج هو هيفيل في الاخر، ما اشغلش بالي بيه. بالظبط هو في الاخر الكوردينيتور ده الا في حاله كده هنتكلم فيها دلوقتي، تمام، وهنشوف حلها. الترانزاكشن كوردينيتور ده هو لما يلاقي البروديوسر ده بيكتب بيعمل حاجه قبل ما يبدا يشتغل مع البروديوسر الجديد، بيبدا ان هو يحط ابورت ماركر على العمليه بتاعه البروديوسر القديم وهكذا. طيب البروديوسر القديم ده لو قام، كان في لو تفتكر انا كنت اتكلمت عن حاجه اسمها جنريشن كلوك في الليدر اليكشن. لما ليدر بيقع في اليكشن حصل والليدر القديم ده وقع تاني بس لسه ما كانش ما حسش بالاليكشن، فيحاول ان هو يكتب المسج تاني او يحاول يكتب تاني او يستقبل رايتس يعني. فهنا الجنريشن كلوك بتمنعه، اللي هو الاي بوك هنا في حاله كافكا يعني. تمام. فلما بروديوسر القديم ده يجي يقوم تاني فيلاقي الاي بوك ده اقل من الاي بوك الحالي اللي هو موجود في السناب شوت فايل. في كافكا هتلاقي حتى متخزن متخزن في السناب شوت يعني بتاعت كافكا التراكنج بتاع البروديوسر نفسه. تمام. فالكوردينيتور هيعتبر ان البروديوسر القديم ده اللي هو بيسموه زومبي، فهيفنس اوف اي عمليه هو بيحاول يعملها وخلاص، يعني هيمنعه ان اه هو يعمل اي حاجه ان هو يكتب يعني. فهو هيحمي لك الستيت بتاعتك او هيحمي لك الترانزاكشنز بتاعتك. فايفن حتى لو ده قام تاني لوحده، تمام، فانت ما تقلقش من الموضوع ده يعني. فهو في النهايه هي يمنعه يعني ان هو يكتب. تمام. ايفن كمان ان هو حتى لو ان انت عندك حاجه في النص، انت النهارده بتكتب البروديوسر ده وانت هنا لا عملت كوميت ولا ابورت وحصل الاب ده فيل، تمام، لاي سبب، وانس ما يجي التايم اوت، لان انت وانت بتكتب بتفتح ترانزاكشن بتبعت التايم اوت بتاعه. تمام. فالترانزاكشن كوردينيتور ده وانس ما يجي التايم اوت بتاع الترانزاكشن ده هو بيابورت لوحده لو لسه بيندنج. هنا بقى اللي هو الكونسيومر قاعد بيقرا من التوبيك ده. في اوبشن في الكونسيومر ان انا اقول له ريد كوميتد، والريد كوميتد دي ليها تفاصيل هنتكلم فيها بعد شويه. فانا علشان اقرا توبكس ما اقراش ديرتي داتا او اقرا داتا لسه ديرتي ستيتس او لسه بيندنج ستيت، فانا لازم اكونفيجر ان الكونسيومر بتاعي ده ريد كوميتد. بعض اللايبرز شفتها زي اللايبرري بتاعت كافكا جي اس اللي هي الجافا سكريبت كلاينت بتاع كافكا، حاطط الريد كوميتد دي ديفولت. تمام. ان مهم. هو ديفولت بتاعه ما يقراش ريد ان كوميتد، يقرا كوميتد. فاحنا عندنا تو ايزوليشن ليفلز في كافكا، ريد كوميتد او ريد ان كوميتد. ريد ان كوميتد ان انت ده الطبيعي ان انت لو بتكتب اي حاجه على التوبيك مالوش علاقه دي بيندنج او مش بيندنج هيقراها. طب تمام. هل في كيس يعني انا ممكن بقى محتاج اقرا ديرتي داتا يعني؟ لو الداتا دي يعني لو الترانزاكشن ما يهمكش يعني. اه يعني لو انا مهتم عايز بافيلابيلتي حتى لو الداتا تبقى مؤقتا لان بايظه يعني. لان خلي بالك في ان افيلابيلتي مع الريد كوميتد، يعني في هنا مشكله مع الريد كوميتد هنتكلم فيها بعد شويه، يعني في داون سايد هنا. تمام. ان مهم. انا يعني انت بتقول له ريد كوميتد انت كده ايه مبسوط وكده، لا بس يعني. طبعا تمام. في ديلي. في داون سايد كبير هنا هنتكلم عنه بعد شويه. ده الستيت بتاعه الكتابه بتاعه الترانزاكشن. طيب في مشكله. ايه المشكله؟ ولنفرض ان انا قاعد عندي ترانزاكشن بيكتب، او خلي بالك الترانزاكشن ده وان ات تايم، يعني انا النهارده ما ينفعش البروديوسر ده يفتح كذا ترانزاكشن مع بعض، فده برضو بيقلل لك موضوع اللي هو الايه، ان انا بيعمل ليتنسي، يعني ان انا هقعد اكتب واحده كل شويه. تمام. فالحاله دي ان انت ممكن تقوم كذا بروديوسر بكذا ترانزاكشن يشتغلوا مع بعض ان سو اون، بس برضو ليها داون سايد هنتكلم عنه بعد شويه. طيب ايفن ان انا عندي تو بروديوسر مثلا، واحد ترانزاكشنال بروديوسر واحد نون ترانزاكشنال بروديوسر او اثنين ترانزاكشنال بروديوسر بشكل عام. فانا النهارده كتبت المسج في البروديوسر ده، فلسه بيندنج ستيت ولسه التايم اوت ما جاش ولسه ما خلصتش الترانزاكشن ده لسه ما خلصش ولسه مش كوميتد. الناحيه الثانيه في بروديوسر تاني على جنب كده في ترانزاكشن تاني او في نون ترانزاكشن بروديوسر عادي يعني مش شغال بترانزاكشن، عمال يكتب على نفس التوبيك. انا ازاي هقرا الداتا دي؟ لان ممكن تعمل لي اوت اوف اوردر بروبلم. ليه بقى؟ لان انا لسه ما اعرفش ان يعني ليتس سي ده كتب 3 و4 وهم لسه بيندنج، وهوب البروديوسر الثاني كتب 5 و6. تمام. طب هل انا هقرا 5 و6 دول وبعد كده اقرا 3 و4؟
في الكونسيومر سايد، بما ان التاني ده مش ترانزاكشن، ازاي الكونسيومر هيهندل الموضوع ده؟ يعني في مسج هي جت ما عليهاش ماركر ان هي لا هي بيندنج ولا حاجه، وافيلابل عادي جدا وزي الفل، تمام. فلو قرا 5 و6 وبعد كده عمل كوميتد وقرا 3 و4، فدي مشكله. ان انت ودخلت في مشكله تانية من مشاكل الديستريبيوت سيستم اللي هي اوت اوف اوردر، ان انت قريت 5 و6 وبعد كده قريت 3 و4، فدي ممكن تعمل لك مشاكل في اللوجيك. هو طب اكشولي مش ده ازاي؟ اللي بيحصل. معلش هتعمل مشكله ليه؟ مش هم تو سيبريت ترانزاكشنز؟ يعني آه، كأن انت عملت كنت الاوردر انت وانا هفترض انت ان وقتك انت جه متاخر، اللي هو 3 و4 ده كان متاخر، هو رقمه 3 و4 بس هو فعلا ما ايوه، اتنفذش غير بس متاخر. ده اللي كتب الاول. لو انا عندي لوجيك بيريلاي على الاوردرنج، لو عندي لوجيك بيريلاي على الاوردرنج، تمام، فلا هيعمل لي مشكله ان انا قريت 5 و6 الاول وبعد كده قريت 3 و4. انت فاهم قصدي؟ يعني هديك مثال، مثلا انا النهارده جيت كتبت مسج 3 و4، والخمسه وسته دول بيديبندوا على 3 و4، تمام، من بروديوسر تاني، او انا عايز اقرا الداتا ان اوردر، يعني انا محتاج اقرا الداتا ان اوردر، فهنا هيحصل اوت اوف اوردر بروبلم. ما هو تمام. ايه الديفينيشن بتاع كتب؟ انت بتقول ده كتب الاول، انا مفترض بالنسبه لي الديفينيشن بتاع كتب ده ان هي كوميتد، لو هي مش كوميتد فهي بالنسبه لي ما كتبتش، ايوه، لا، حتى ما لو هو خلي البروديوسر بالك، كتبها على توبكس. ما هو البروديوسر التاني ما بيستخدمش ترانزاكشن، فهو مش هيخش في اه. اللوجيك ده، فالمسج اه. هتتكتب، تمام، اها. كده كده، اها. وهتبقى مش عليها اي ماركر، هتبقى كوميتد واكنولج. مم. يعني الهاي ووتر مارك هتبقى اعلى من المسج اللي واقفه عند الكوميتد، هتبقى اعلى من الاوفست اللي واقف عندها، اللي لسه بيبروسيس فيها الترانزاكشن ده. يعني ممكن تبقى الهاي ووتر مارك هنا عند 5 ولا 6 وانا لسه عند 3 و4. ف 5 و6 دول اوريدي ريبليكيتد واكنولج للبروديوسر اللي هو مش ترانزاكشن، قالوا له والله نجحت وتريبليكيتد لو انا بستخدم كورم اللي هي المينيموم ان سينك ريبليكا، تمام، اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فدي بالنسبه له سكسيدد مسجز، تمام، حلو. مهم. ده مهم. لما يجي يقراهم، ده لو بيقراهم، هو المفروض مش هيقراهم، وهقول لك ليه، ودي من الداون سايدز بتاعه الترانزاكشن، تمام. هيقرا 5 و6 وبعد كده ده يكمت وينجح فيقرا 3 و4، لان دول اتكتبوا. يعني هو ده مش بيكتب في الاخر، يعني ده مثلا ترانزاكشن كوردينيتور ده مش هيستنى لما تقول له كوميت فيقوم يبدا يكتب المسج، يكتبها في 7 و8 مثلا، لا، هو اكشوالي بيبقى كتبها بس عليها بيندنج ماركر، مهم. فهي مش افيلبل للكونسيومر، بس 5 و6 المفروض يبقى افيلبل، اه فالكونسيومر ايه اللي بيحصل فيه هنا؟ مم. فالمشكلة يعني عشان أوضحها، هي بتظهر لو أنا عندي تو بروديوسرز، واحد بيعتمد وشغال ترانزاكشنال، واحد لأ، واحد مش فارق معاه الترانزاكشن، ويكون عندك كونسيومر بيعتمد على الاوردرنج، فوقتها هيحصل مشكلة، صح كده؟ كافكا بقى حل المشكله دي ازاي؟ هنا ده حاجه بتوضح القصه. فبروبلم 2، هاو كوميتد كونسيومر ورك، ازاي الكونسيومر ده ريد كوميتد بيقرا. لو انا حطيت في كونفيجريشن ان الكونسيومر ده ريد كوميتد، الكونسيومر ده قاعد بيقرا، وده ترانزاكشن بروديوسر قاعد بيكتب، تمام، وده انذر بروديوسر قاعد بيكتب، فكتب 37 وده كتب ايه 6، والهاي ووتر مارك واقفه هنا عن 36 و37 38 دول لسه ايه مش ريبليكيتد لبقيه الكورمز، تمام، اتكتبوا موجودين على الليدر بس لسه مش فولي ريبليكيتد للكورم اوف نودز، فالهاي ووتر مارك واقفه هنا. طيب، كافكا عمل ايه؟ كافكا قال لك انا هحط بوزيشن جديد اسمه لاست ستيبل اوفست، تمام. ده غير ايه الهاي لاست؟ ووتر مارك. غير الهاي ووتر مارك. ايه اللاست ستيبل اوفست؟ اللاست ستيبل اوفست ده الريد كوميتد بس هو اللي بيستعمله، يعني الكونسيومر ريد كوميتد. لو انت كونسيومر ريد ان كوميتد مش هيستخدم البتاع ده، وهيقرا عادي جدا اي داتا لحد الهاي ووتر مارك. طيب، اللاست ستيبل اوفست اللي هو الاوفست اللي كل الحاجات اللي قبله دي اوريدي كوميتد، سواء كانت عن طريق انذر بروديوسر او من ترانزاكشن ناجح او ترانزاكشن فيل، يعني هي ماركت از ابورتد او كوميتد. فللاسف لما بتقول له ري كوميتد، الكونسيومر ده ما بيقدرش يقرا الا يقرا الحاجات اللي لحد هنا كده. دي حاجه اسمها الفيرست انستيبل اوفست، اول اوفست، تمام، لسه في البيندنج ستيت انفولفد جوه الترانزاكشن ده، يعني الترانزاكشن ده انفولفد، فكل الداتا اللي بعد الكلام ده نوت افيلابل للكونسيومر اللي واخد ريد كوميتد ده. فللاسف الكونسيومر ده قاعد مستني الترانزاكشن ده يخلص. فلو انت بتعمل مور ترانزاكشن، تعمل مور فريكوانت ترانزاكشن كتير، تمام، في اوقات قليله كتير يعني، فده هيفضل في ستيت ان هو متاخر في القرايه، في لاجنج، كل ده لاجد، تمام، لحد الهاي ووتر مارك. فدايما الهاي ووتر مارك اقل من او بيساوي اللاست اوفست، في اللاست اند اوف اوفست، يعني اخر اوفست في التوبيك، واللاست ستيبل اوفست برضو اقل من او بتساوي الهاي ووتر مارك، لان احنا عارفين في الايفنشوال كونسيستنسي في الاخر لو الدنيا هديت،
تمام، ما بقاش في عندي ترانزاكشن، ما بقاش عندي في كل حاجه، البتاع ده هيكاتش اب لحد الايه الهاي ووتر مارك. ولو كل الحاجات كوميتد تمام، وده ما عادش بيكتب حاجه او وقف لحظه ان هو ما بقاش يكتب، فاللاست ستيبل اوفست ممكن يبقى بيساوي الهاي ووتر مارك. انا ستيل ما فهمتش ايه الفاليو بتاعت ال اس او او الاف يو او يعني. طيب اوكي، خلينا نقول تاني. احنا كنا بنتكلم في مشكله الاوت اوف اوردر، تمام. ان ده بيكتب، فالهاي ووتر مارك واقفه هنا تمام. مم. الداتا اللي ينفع تبقى افيلابل لاي كونسيومر اللي هو ريد ان كوميتد. فانا عشان ما اقراش ديرتي داتا من الترانزاكشن تمام، فلازم اكونفيجر الكونسيومر بتاعي يبقى ريد كوميتد. حلو. مم. وانس ما بكونفيجر الكونسيومر ريد كوميتد ده، المفروض ان هو ما يقراش الداتا اللي هي ان كوميتد من الترانزاكشن. طب بالنسبه للداتا اللي من انذر بروديوسر اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، هل يقراها عادي؟ طب لو قراها عادي تمام، ممكن يقرا 35 و36، وبعد كده يجي له 33، بعد كده يجي له 34 مثلا، اللي هي الاوت اوف اوردر بروبلم اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. كافكا عمل بلوكينج بقى هنا، قال لك انا هعمل بوزيشن جديد اسمه لاست ستيبل اوفست. ايه اللاست ستيبل اوفست ده؟ ده اخر اوفست ستيبل، واللي بعده لسه ترانزاكشنال داتا. يعني لو في بعد منه هنا 35 ده اللي هو الفيرست انستيبل اوفست اللي هو انفولفد في بروديوسر تمام، الكونسيومر ريت كوميتد ده ما يقدرش يقرا اي حاجه بعد اللاست ستيبل اوفست ده، يقرا كل اللي قبله لكن ما يقراش حاجه بعد، بيفضل واقف هنا لحد ما اللاست ستيبل اوفست ده يتحرك، يقعد يتحرك ل 35 فيقرا، يتحرك ل 36 فيقرا. ممكن لما الترانزاكشن ده يبطل او يقف لايا كان يعني، او ما بعدش يكتب يعني، ما يبقاش في عندي ترانزاكشن، اللاست ستيبل اوفست ده يبقى كوميتد لحد الهاي ووتر مارك. فهو تمام، اللاست ستيبل اوفست ده هو الهاي ووتر مارك بتاع حاله الترانزاكشن، او ما اكون محتاج اقرا ريد كوميتد داتا، الريت هو ده كوميتد كانه بالظبط. الووتر مارك بتاعي، الهاي ووتر كانه مارك بتاعي. الووتر مارك يعني، هو تمام. بوزيشن جديد علشان خاطر ابلوك الكونسيومر ده ان هو يقرا اي داتا ممكن تعمل اوت اوف اوردر. تمام. تمام، فانا بقف هنا، فدي مشكله برضو يعني، هي دي مشكله ملهاش حل. اللي هو لو انا ده عمال اكتب ترانزاكشنز كتير، ده عطلان يعني، ده عمال يقرا داتا متاخر. مهم. ايفينشولي لو ده وقف، نفس فكره الهاي ووتر مارك. امتى الهاي ووتر مارك تبقى هي قد اخر اوفست مكتوب؟ لما بطل اكتب على كافكا وكل حاجه تبقى ريبليكيتد وزي الفل، فالهاي ووتر مارك دي ممكن تتحرك تيجي هنا كده. أها. تمام، وده برضو نفس الوضع، ده ممكن يتحرك يجي هنا كده. ان احنا هنبقى eventually consistent ان شاء الله. بالظبط، يعني اللي هو ما بتحصلش. ف... فده خلاص ممكن يتحرك، يبقى مطابق لده، والاثنين ممكن يتحركوا وهكذا. مم. فالامباكت بتاع الكلام ده فين؟ على الكونسيومر سايد. الكونسيومر لسه مش هيفضل عطلان هنا، في مشكله هنا. طب ازاي بقى الكونسيومر بتاعي ده، الداتا اللي هي قبل اللاست ستيبل اوفست دي اصلا ممكن تبقى ابورتد او كوميتد. يعني هي اللاست ستيبل اوفست ده مش معناه ان هي كوميتد سكسسفول، لا هي كوميتد وخلاص، يعني الترانزاكشن أها. خلص. الكونسيومر يعمل ايه بقى لو عشان ما يقراش داتا ابورتد؟ المفروض ان هو لما بيجي يقرا يفيتش اوت داتا ابورتد. لو انا مثلا ليتس سي 30 ده ابورتد، وانا قومت كونسيومر ريت كوميتد وقلت له اقرا فروم بيجيننج، يعني اقرا من الاول، ايرلير يعني، اقرا من اول حاجه، اقرا من اول التوبيك يعني. فقرا ده، فاول ما بيجي عنده في اللو ليفل بتاع الكونسيومر بيجي عنده الابورتد ده ميتا داتا، بيقول له ان ده ابورتد، فبيفلتر ات اوت. يعني انت لو فتحت مهم. سورس كود فهي بتاع اي كلاينت، بتتهندل من عند الكونسيومر، هو بيشوف اه لو هي كوميتد رول باك، اللي هي كوميتد مش لو هي عليها ماركر ابورتد، يعني لو هي ابورت مارك، اللي هي عليها ميتا داتا. ابورتد، فهو بيجنورها. انما هي كده تمام، كده بالنسبه للكفه ترانزاكشن عموما هي انترنالي كوميتد. هي هتتكتب. كوميتد دي معناها نجحت او فشلت، مش موضوعنا. المهم انت انها مش ككونسيومر بيندنج يعني، هندلها. المهم تمام. انها مش بيندنج. تمام، مم. فهو بيعمل الكلام ده، بيعمله فلتر اوت. ويتشز ده بيفتح موضوع تاني. طب ليه كافكا ما يهندلش موضوع ان هو ما يجيبهاش له اصلا؟ تمام، بالظبط. يعني ليه كافكا ما يجيبلوش هو الموضوع ده ويوفر علينا نحفظ شويه باندويتس، يعني ان احنا نقرا حاجه احنا بس مش هي عايزينها. مفيده، انا اعتقد انها مفيده ان انا ما ما اعرف انا ايه اللي فشل، لو انا عايز اعرف لا العمليه اللي هو فشلت اصلا. مش، ما هو انت الكونسيومر بيهايند ذا سين هو اللي بيهندلها، الكونسيومر اي بي اي، يعني هو مش بيخليها اكسبوزد للكلاينت للابلكيشن. الكونسيومر الكلاينت نفسه يعني انت لو فتحت اي لايبرري بتاعت كافكا جي اس اه كونسيومر، هتلاقي ان هو عامل اللوجيك ده وبيفلتر اوت قبل ما تجي لك على الابلكيشن ليفل.
فانا كده مش هعرف مثلا اجيب لسته بالفيلد ترانزاكشنز مثلا وان انت انا مش اعرف انت منها ممكن بقى معلومه، تشتغل لو ليفل مع الاي بي ايز بتاعت كافكا، انت اللي هو آه الكونسيومر بيستعمل، ما تعيش واقول له حاجه. يعرفني يعني. طيب تمام. كافكا ما بيبعتش الكلام ده. لو تفتكر اتكلمنا ان كافكا بيكتب المسج زيرو كوبي، يعني هو مثلا مش بيفتح المسج ويشوفها فلتر بتاع ده عليها ابورت ماركر من الترانزاكشن ولا لا عشان ينقلها يعني. تمام. فهو بيباص المسج زيرو كوبي عشان ايه؟ يبقى اسرع والليتنسي. فهو بلايندلي ما يعرفش اصلا يعني اللي حصل. زائد كمان ان في الفيتشر دي هم بيحطوا اسامبشن ان مش هيحصل ترانزاكشن فيلير دي كتير. يعني انت مش هو كل شويه ابورت ترانزاكشن. فكميه العمليات او ان الحاجه تبقى بتمباكت الباند ويدز، لا يعني انت بين كل كام ترانزاكشن بتاسيوم ان في ترانزاكشن هيفيل. المفروض ان انت المفروض ما فيش ترانزاكشن يفيل، بس انت ممكن تاسيوم مثلا عدد قليل. فالامباكت بتاع الباند ويدز يخليهم ان هم ما يوجعوش دماغهم في ان هم يهندلوا اللوجيك ده هنا ويفتحوا على نفسهم الموضوع. فهي بكل بساطه متهندله فيري سيمبلي. والله انت جالك مسج فعلا المسج دي كوميتد، بس كوميتد ابورتد، تمام، فانت عامل لها فلتر اوت ومش هتيجي الابلكيشن ليفل وخلاص. تمام. 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 دي احد المشاكل اللي موجوده، ان زي ما قلت لك ان ده عطلان. فاكشولي احنا ما حليناش المشكله قوي يعني. احنا عملنا فيكنج الموضوع الاكزاكت وان سايد امبوتنسي. بلس كمان لو طلعنا فوق هنلاقي ان في ميني ار بي سي كولز عمالين نعملها قبل ما نكتب مسج. ده بعت لده فكلمه فرد عليه، تمام، وبعد كده كل ما يجي يبعت مسج فيبعت له تاني وبعد كده يكتب المسج اند سو اون. طبعا هم حلوا موضوع ان انت ممكن تباتش. يعني شايف التوبيك بارتيشنز دي اري، فانت ممكن تباتش العمليات في الترانزاكشن ستيت دي. انت ممكن اه تبعت له كل اللي انت عايز تعمله وبعد كده تبدا تكتب فهو فانا اقول له الترانزاكشن عليه. ان هي دي ترانزاكشن ودول كل المعنيين ودول كل التوبكس المعنيه وربنا معاك وبعت لما يخلصوا. بالظبط. فعشان يقلل ار بي سي كولز شويه، بس هو في النهايه مم. برضه بيعمل شويه سمول ار بي سي كولز يعني عمال يبقى يكتب وهكذا يعني. زائد كمان الابورت ماركر اللي هو بيحطه او الكوميتد ماركر ويلف عليهم اند سو اون. تمام. 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 طيب بالنسبه بقى للبروديوسر اللي هو الايدمبوتنت بروديوسر، لما انا بقول له البروديوسر ده ايدمبوتنت بترو، في سيناريو ممكن يحصل دوبليكيشن للرايتس في الليدر اليكشن. لو انا مثلا ما بستخدمش لا لو انا ليتس سي مثلا بعمل بقى اللي هو الايدمبوتنت بروديوسر، ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا ان البروديوسر ده لما بيريكوست بروديوسر اي دي مع السيكونس، فراح كتب المسج على البروكر ده طب والمسج فعلا معلش لحظه بس لحظه، انا في حته. هو البروديوسر هيكتب على البروكر؟ مش انت قلت لو انا هعمل ترانزاكشن البروديوسر هيكلم الكوردينيتور والكوردينيتور هو اللي اه لا، هيكلم؟ انا بتكلم في الموضوع، بتكلم في حته سبيسيفيكلي للجزء بتاع البروديوسر نفسه لما يجي يكلم الترانزاكشن وياخد منه بي اي دي ويكتب المسج. لو انا مثلا ليتس سي في فيتشرز من غير ترانزاكشن اسمها ايدمبوتنت بروديوسر، تمام. انت لما بتيجي تعمل ترانزاكشن البروديوسر بتاعك بيبقى ايدمبوتنت، او انت تفلاج الاكزاكتلي وانس بيبقى برضو البروديوسر ايدمبوتنت. بس انت ستيل ممكن تستخدم الايدمبوتنت بروديوسر من غير ترانزاكشن. يعني ليتس سي مثلا انت مش عايز تبعت داتا في اكتر من توبيك مره واحده، بس انت عايز تافويد الدوبليكيشن على مستوى توبيك واحد. يعني انت مش ما عندكش اللوجيك بتاع الترانزاكشن وعايز تاخد مم. الحته بس بتاعت ايه ان انت ما تعملش دوبليكيت للمسجز ان كيس اوف فيلير. فانت في هنا بروبرتي بقدر احطها على البروديوسر، بقول له البروديوسر ده ايدمبوتنت، هي لوحدها بتهندل لي حته معينه، لكن ما بتقدرش تجارانتي لوحدها ليا السوليوشن بتاع الايه الترانزاكشن. طيب انا بعت المسج على البروكر ده والبروكر ده فعلا عمل ريبليكيتد للمسج اند سو اون، وبعد كده وقع وحصل الكشن لوجيك فده بقى النيو ليدر. فانا ده ما عرفش ان المسج اتكتبت فرجع يرتراي تاني فلقى النيو ليدر جه فبيكتب عليه تاني. هنا النيو ليدر ده عنده البروسيس اي دي وعنده سيكونس اي دي بتاع المسجز من عند البروديوسر، فهو مش هيكتبها تاني. فده منع لك الدوبليكيشن لوجيك. لو انت مش حاطط على البروديوسر ده ان هو ايدمبوتنت فمش هيبعت بروديوسر اي دي، مش هيريكوست انه ياخد بروديوسر اي دي ولا سيكونس اي دي، وهيبعت المسج في الفلو الطبيعيه للبروكر ده. ولما البروكر ده يقع ويرجع يكتبها تاني على البروكر ده فهتتكتب كانها مسج جديده، مفيش حاجه تميزها يعني. فده تمام. كان سيناريو ثالث او رابع يعني في مشاكل الترانزاكشنز عموما يعني، او فكره الايدمبوتنت بروديوسر يعني. في مشكله ريل انها تحصل قوي، بس هي بتحصل يعني. طالما ريل بتحصل ففي الديستريبيوت سيستم بشكل عام اي حاجه رير انها تحصل فهي بتحصل، لازم تاخد بالك منها. الترانزاكشن ده ممكن يعمل فاكر عارف انت في الداتابيز في ترانزاكشن هانجنج، ان حصل ترانزاكشن ده عطلان او يعني مش عارفين هو مش راضي وقف، لا هو راضي يكمت ولا يابورت. انا النهارده عمال اكتب وده عمال يور كوردينيت وفي الاخر جاي بقول له كوميت، فده كوميت بالنسبه له قاعد يحط الكوميت ماركر.
الترانزاكشن كوردينيتور حط في الستيت هنا ان الترانزاكشن ده اوريدي كوميتد وهيبدا ان هو يحط الكوميت ماركر ده، فحصل نتورك فيلير. والتوبيك بارتيشن ده بالنسبه له ان في مسج لسه انفولفد في ترانزاكشن، ليه؟ مع هي لسه ما عليهاش كوميتد او ابورتد ماركر. الترانزاكشن كوردينيتور حط في الستيت ان الترانزاكشن ده كوميتد وبدا في البروسيس بتاعه الكوميتس. تمام. هي ريل انها تحصل، بس لما بيحصل دي تو ليتنسي في النتورك او في النتورك بارتيشن فده عطلان. وفي نفس الوقت ده ما يقدرش ينفاليديت او يابورت ترانزاكشن بالتايم اوت، لان هو بالنسبه له ده ترانزاكشن سكسيدد يعني او كوميتد، فما فيش داعي ان هو ينفولف او يتعامل مع الترانزاكشن تايم اوت. المشكله دي ملهاش حل، تمام، بس ليها ادريسنج. يعني اللي حصل ان انت في كي بي ايز كافكا بيطلعها، بتقدر عن طريق اللي هو اللاست ستيبل اوفست ده ان ده عطلان، اللاست ستيبل اوفست ده عطلان، تمام، او واقف هنا، فتقدر تعرف والله ان في ترانزاكشن هانجنج ولا لا. فهم كمان عاملين تول كده للترانزاكشن هانجنج، هتلاقيها موجوده جوه الاس اتش تولز بتاعت كافكا، يعني من ضمن التولز دي، تمام، ليه موضوع الترانزاكشن هانجنج. فبتجيب لك الترانزاكشن هانجنج، فتقدر ان انت تابورت الترانزاكشن ده مانيوالي. لكن انت محتاج هنا تحط اوبزرفابيلتي شويه على ان في ترانزاكشن او ان الراجل ده عطلان، اللاست ستيبل اوفست ده مش بيتحرك. ليه بقى؟ التوبيك بارتيشن بالنسبه له ان ده عطلان لسه لا كوميتد ولا لسه بيندنج، فاللاست ستيبل اوفست نوت جروينج اني مور، يعني مش هتجرو لان هي عطلانه، وفي نفس الوقت الثاني بيقول لك ترانزاكشن كوميتد. فانت لازم تحط مونيتورنج، تبعت لك اليرتس، حاجه زي بروميسيوس مثلا، فتبقى حاطط الاليرتس بتاعتك تبعت لك، وتبدا ان انت مانيوالي تشوف الترانزاكشن هانجنج وتعالجها انت. تمام. فانت لو انت يعني حصل مشكله في الفلاج ده، فانت غالبا السيستم هيبقى كانه واقف. ما ده ريكوميتد عطلان واقف هنا. وفي مشكله اكبر لو انت بتستخدم كومباكت توبيك اللي هو ما بيشتغلش بريتنشن بوليسي، فالكومباكت توبيك عطلان لانه لسه ما يعرفش المسج دي ايه اللي هيجرى فيها، لان في لسه لاست ستيبل اوفسيتس، فما ينفعش يعمل لها ريتين. فالديسك هيقعد يجرو، يعني المسج دي مش هيحصل لها ريبليسمنت، فالديسك هيجرو. فدي مشكله تانية، هي طبعا يعني نادرا لما بتحصل، بس لو انت عندك نتورك تعبانه او كده فممكن تحصل. يعني انا شفتها كتير، يعني كذا مره. anyway يعني انت ما ينفعش تشتغل بحاجه مثلا في ديستريبيوت سيستم وزاوت اوبزرفابيلتي، يعني ما ينفعش تبقى انت كده ايه طالع في التلفزيون، تمام، في ديستريبيوت سيستم، تمام، من غير مونيتورنج، من غير اوبزرفابيلتي، حلو جدا. انت كده بتنتحر يعني. فاضل اخر مشكله، تمام، وهي ان الترانزاكشن ده بيشتغل جوه كافكا بس. يعني طول ما انت شغال مع كافكا زي الفل، طيب انا النهارده افرض انا بانفولف داتابيز لوجيك في النص، لا، هو كافكا ترانزاكشن ده والكلام اللي فيه ما بيسيرش على اللي انت عندك داتابيز لوجيك. والافضل ان انت ما تحطش داتابيز لوجيك جوه الترانزاكشن بروسيس. يعني مثلا هنا انا ما ينفعش اجي في النص كده واقوم حاطط شويه داتابيز لوجيك مثلا. فالافضل في حل المشكله دي ان انت تستخدم ترانزاكشن تاني للداتابيز او الاكسترنال سيستم عن طريق حاجه زي تستخدم ترانزاكشن او بوكس باترن. ممكن تستخدم كافكا كونكت في الموضوع ده، وهو بكل عباره ان انت لما ببلش مسج انت عندك بتقرا الداتا دي من كافكا نفسها، تمام، وتهندل الداتابيز ترانزاكشن بتاعتك في سيبريت لوجيك او في سيبريت ترانزاكشن، يعني او سيبريت بروسيس، تمام. وانت ممكن تستخدم زي ما قلنا كده اهو موضوع دي دوبليكيشن لوجيك على الداتابيز، ان انت تستخدم مثلا ايه حاجه في المسج مثلا زي اي دي في البيلود بتاعه المسج او في الهيدر بتاعه المسج، ولما تجي لك المسج دي وانت كتبتها قبل كده ممكن تعمل لها ايه سكيب يعني. فالترانزاكشن في كافكا ابلايد على اي حاجه كافكا بس، يعني جوه اللاند بتاعت كافكا. اللي اي هو انا اكسترنال سيستم لو انا عاوز انفذ ترانزاكشن، والترانزاكشن ده فيها داتابيز لوجيك، فانا هعملها برضو على مرحلتين: مرحله اه ترانزاكشن من ناحيه كافكا، وبعد كده مثلا لما كافكا يقول لي تمام اروح انا بقى اعمل ترانزاكشن تاني على الداتابيز. بالظبط. لو انت هنا بجرانتي هنا الدي دوبليكيشن لوجيك في كافكا ان انت ما عندكش دوبليكيشن، والمسج بتروح ومفيش داتا لوست عن طريق ترانزاكشن والكلام اللي احنا قلناه ده كله، تمام. ولما تيجي تنفولف الداتابيز بقى، انت في مثلا بتعمل لوجيك وعايز ترمي المسج دي بشكل معين في الداتابيز، فانت ممكن تهندل الموضوع ده عن طريق دي دوبليكيشن لوجيك مع الداتابيز بباترن زي ترانزاكشن او بوكس او تيلينج بشكل عام يعني. فما تنفولفش الداتابيز جوه الترانزاكشن بتاع كافكا، تمام. حلو جدا.
فده كان تقريبا كل اللي انا عايز اقوله يعني عن الاكزاكتلي وانس ايدنبوتنسي في كافكا. فلو خدت بالك في النهايه هتلاقي ان كافكا هو بيفيك الاكزاكتلي وانس، يعني هو ما حلش المشكله، هي مش هو جاب خد التريد اوفس. فانت ممكن اصلا في النهايه تاخد التريد اوفس بتاع الدي دوبليكيشن لوجيك، ان انت يبقى عندك ستيتفول للاي ديز بتاعت المسج دي، ولما تجي لك تاني تشتغل انت اتليست وانس ايدنبوتنسي وتهندل تعمل دي دوبليكيشن لوجيك يمنع لك الدوبليكيشن بتاعك. انت ليه بتقول لي انها بتفيك؟ يعني هو ما حلش المشكله، يعني هو ده مش اكزاكتلي وانس، هو عمل تو فيس كوميت تمام هو ده الحل ووراه مشاكل المتاح كتير. اعتقد، يعني هو في انا حل تاني فاهمك. متاح في الديستريبت ما هو سيستم للمشكله دي؟ ما هو انت لما تقول ان الفيتشر دي ان كافكا بيسبورت الاكزاكتلي وان سايد امبوتنسي، فيعني هي ما كلمه هو بتبيع اكتر. بيسبورت ما انتهى اليه العلم في المنطقه لا، دي. هو بيبيع تمام، يعني هو اه. بيبيع، لكن صدقني لازم تستخدم الفيتشر دي بحذر جدا، بحذر رهيب. ولما تيجي تعمل كافكا ترانزاكشن كمان لها تريد اوفس، انت لازم تبقى واخد بالك. ويعني مثلا ما تستخدميش مثلا ترانزاكشن وانت بتكتب في توبيك واحد، او مثلا يعني او هتكتب في 2 توبيك، او اي حاجه تقدر تهندلها من غير الترانزاكشن في كافكا هندلها من غير الترانزاكشن. تمام، لان فيها ليتنسي وبطء، يعني العمليه بطيئه، الثروبوتس بتاعت الابلكيشن هتقل جدا وهتامباكت، وعلى يدك الكونسيومر عشان لا عشان يقرب، عشان يبقى بيتعامل مع الترانزاكشن ده وبيستفيد منه، لازم يبقى ريد كوميتد، وريد كوميتد لها مشاكلها. وممكن يعطل وانت لو انت شغال في نتورك تعبانه وما عندكش انفراستراكشر، ممكن يجي لك ترانزاكشن هانجنج بشكل كبير، يعطل لك الدنيا او يجرو الاستورج عموما. فالفكره كلها ان انت ما تاخدش الفيتشر وتقول خلاص انا بيهندل لي بقى الاكزاكت وانس واحط الفلاج او استخدم كافكا ترانزاكشن كاني قاعد في داتابيز يعني، وتبقى متخيل مثلا ان هو اللوجيك بتاعه زي اللوجيك اللي انت بتعمله في السيكوال داتابيز ومش هيبقى والدنيا بسيطه وكده. لا، هو لازم تفهم الاول هو شغال ازاي، عمل الفيتشر دي ازاي، وايه عيوب الفيتشرز دي عشان تشوف هتستخدمها امتى، وعلى الاقل وانت بتستخدمها تبقى واخد بالك انت بتستخدم الترانزاكشن ده في ايه. وكمان تسطب بقى المونيتورنج بتاعتك وتراقب الدنيا عندك صح يعني. فبعد كده انت هتورينا ديمو عن الموضوع عشان الناس اللي ما وضحتلهاش الصوره، مفترض يعني تكون الصوره تبقى اوضح بعد الديمو ان شاء الله. تمام. سريعا كده، ده دوكر كومبوز فايل كافكا فول ستاك، يعني في كل حاجه بتاع كافكا، في زو كيبر، كافكا بروكر واحد ممكن تسطب اكتر من بروكر عادي جدا، في بقى الحاجات بتاعت سكيما ريجستري، كافكا كونكت وكافكا سيكوال والكلام ده كله. عاده انا بستخدم الحاجه دي في اللوكال يعني. وانا بستخدم تايب سكريبت عموما، انت ممكن تستخدم جافا او اي كلاينت للكافكا بشكل عام يعني. فانا عندي تو بروسيس. البروسيس الاولانيه ترانزاكشن، ده البروديوسر نفسه الترانزاكشن اللي بتحصل، هي بتاخد شويه ارجيومنتس عشان بس رن السكريبت بشكل عام يعني. انا هنا بديفايند كافكا كلاينت، وبعد كده بديفايند بروديوسر كلاينت، فاديله ترانزاكشن اي دي زي ما وضحنا، وبقول ان هو ايدنبوتنت تمام، وبحط ترانزاكشن تايم اوت. يعني انا معلي التايم اوت شويه عشان يسيميوليت شويه حاجات بتاعت التاخير في الكونسيومر سايد على الموضوع اللي هو لاست كوميتد لاست ستيبل اوفست تمام. وانا برن البروسيس هنا، فلما ببدا ان انا ابيجين الترانزاكشن وبعمل لوب، بس بكتب المسج دي في التوبيك يعني، كذا مسج على التوبيك، وبسليب شويه، وبعد كده بكميت الترانزاكشن، او لو حصل ايشيو بابورت الترانزاكشن. وكده كده كافكا لو حصل تايم اوت هو بيابورت الترانزاكشن من عنده، يعني لو الاوبريشن دي خدت وقت اطول من الترانزاكشن تايم اوت تمام، هو بيثرو اكسبشن، وانت مش الابورت ده مش هينفع اصلا، مش هيعمل يعني، هو هيبقى اوريدي ابورتد يعني ديو تايم اوت. تاني حاجه عندي كونسيومر سايد، هنا ده كونسيومر انا باعت له فلاج يعني بتغير هو بيقرا دي ريد كوميتد ولا ان كوميتد. المفروض في اللايبرري بتاعت الكافكا جي اس الفلاج ريد ان كوميتد هو متعطل، هو دايما بيقرا الديفولت ريد كوميتد which is مش هتلاقيها في اغلب اللايبريز يعني. الجافا لايبرري لازم تديفاين هو الديفولت بتاعه ريد ان كوميتد، فهو في الاخر فلاج يعني على اي لايبرري بتعمل الابستراكشن بتاعها يعني. فاللايبرري اللي عامله ابستراكشن بتلاقيها مثلا بتاخد اختيارات معينه ان انا بحط ريد كوميتد، فالناس بتاخد بالها بس من الموضوع ده، ايه الديفولت في اللايبرري اللي انت بتستخدمها يعني. بعد كده انا بسبسكرايب على التوبيك اللي عندي، وبرن الكونسيومر، وبقرا البتاع ده فور ايفر، وبلوج المسج بس، وبريزولف الكوميت اوفسيتس، وببعت هارت بيتس يعني خلاص. تاني حاجه عندي بروديوسر تاني مش ترانزاكشن خالص، بحاول ان انا اكتب بيه الداتا بتاعتي، واشوف ده هيبيهيف ازاي لما اكتب من البروديوسر ده والبروديوسر ده لسه بيكتب يعني، اللي هو ترانزاكشن بروديوسر. فاحنا لو قومنا الكونسيومر، فالكونسيومر كان في داتا طبعا في التوبيك فهو قاعد بيقراها.
قبل كده، تمام. فلو انا بعت مسج دلوقتي من البروديوسر اللي هو انا بس هحاول ان انا اهندل الموضوع شويه. فانا لو بعت مسج هنا مثلا هلو، لو ده قاعد بيقرا المسج عادي. عايز اصغر دي شويه. فخلاص هنا المسج دي جت، لان ده مش ترانزاكشنال بروديوسر، ده بروديوسر عادي، فالمسج بتاعته بتتكتب. لكن لو انا عملت مثلا البروديوسر ده اللي هو اللوجيك بتاع الترانزاكشن، اللي هو عمال يفور لوب وبيكتب المسج، يعني المسج بتروح على التوبيك، بس للاسف الكونسيومر ده ريد كوميتد، فمش هيقرا المسج دي لحد ما تيجي. فهنا بعت مسج وبيأويت، بنسيميوليت ان في لوجيك مثلا، وبعد كده بيبعت مسج مم. ثانيه والكونسيومر لسه ما قراش اي حاجه يعني انت بتحاول لحد ما تديلي الترانزاكشن. كونسيومر قرا، فخد كل المسج مره واحده، قراها مره واحده. ليه؟ لان هو ريد ان كوميتد. طيب لو انا جيت، المفروض لما انا بكتب من هنا، فالمفروض ده عمال بيجي المسج على طول، عمال اكتب اهو، فالمسج مم. بتيجي تمام. لكن لو انا بقى عملت ده كده، كتبت من هنا، المسج مش ما فيش مسج بتيجي لحد ما ده يكمت، هيجيبهم كلهم مع بعض في الاوردر بتاعهم. عمال مم. اكتب اهو، مش راضي يجي. ليه؟ عشان هو ده واقف عند لاست ستيبل اوفست. تمام. فانا لو عندي اتنين بروديوسر، واحد ترانزاكشن وواحد مش ترانزاكشن، فالتاني هيبقى ديليد او هيجوت ستاك لحد لو في اي ترانزاكشن حتى شغاله. لو حتى لو الاثنين ترانزاكشن، يعني هو في الاخر في اه يعني ديلي. قصدي انه مفترض ان اللي مش بيستخدم ترانزاكشن يبقى سريع، او هو اكسبكت ان انا ابقى سريع طبعا اللي اكيد، لان السايد افكت بتاع ترانزاكشنال بشكل عام على البروديوسر والكونسيومر. الكونسيومر متاخر عن طريق لاست ستيبل اوفست، وده متاخر عن طريق ان هو عمال اللي هو بيبعت الار بي سي كولز بقى ويكوردينيت مع الترانزاكشن كوردينيتور. فدي بتاخد وقت ودي بتاخد وقت، كل الاثنين لهم سايد افكت. في حاله الكونسيومر اللي هو ريد ان كوميتد اللي انا هرنه دلوقتي، تمام. يعني انا لو عملت كده، قلت له داش داش ريد كوميتد، انا مش فاكر في لاج انا كنت مسميه ايه. انت كان ريد داش ان كوميتد. ايوه. ريد داش ان كوميتد، ريد داش ان كوميتد. ده بيقرا رابش. يعني لو انا عملت كده يقرا المسج. بص، مسج، بص عمال يقرا، بيقرا من ده. ولو انا كتبت هنا برضه هيقرا. ده بيقرا الترانزاكشنال داتا اللي هي داتا لسه جوه ترانزاكشن، تمام. ف فانت لازم تخليه ريد كوميتد. طب في الحاله دي اصلا بس انا بعت ترانزاكشن، ده عمال يقرا ديرتي داتا، تمام. ديرتي داتا يعني ايه؟ يعني انا هقرا حتى لو المسج دي مش كوميتد. فلو ترانزاكشن ده فيل او نجح، ده مش هيفرق معاه. ليه؟ لان ده خلاص قرا المسج وهي في الديرتي ستيت، تمام. ايوه. طيب لو ده كوميتد، ده بيعمل ايه بقى؟ ده لما بيجي يفتش الاوفسيتس اللي هو واقف عندها، ما بيستخدمش اللوكال بفر بتاعه اللي هو مسيفه عنده. لا، ده هو بيكلم كافكا عشان يجيب له اللاست ستيبل اوفست، لان اللاست ستيبل اوفست ده بيتغير. فهو مهم. بيعمل كول علشان دايما بيتشيك على اللاست ستيبل اوفست سيرفر سايد، مش بيبفر عنده، تمام. ايوه. ايه اللي بيجي له في النهايه؟ ممكن نشوف المسج مسج نفسها كبر مسج عاديه اهو. المسج اللي انا بعتها فعلا هي، بس هي مستني الترانزاكشن ينجح عشان ابعتهم لك كلهم. فهو عمال يبعت مسج بس لسه الترانزاكشن مش كوميتد، فالمسج عليها بيندنج ماركر هناك في كافكا سيرفر، تمام. مهم. فالكونسيومر ده واقف عند هنا بقى، شفت المسج جات له دلوقتي البالانس، يعني جاله المسج ورا بعضها. فليه بقى؟ لان هو كافكا الكونسيومر ريت كوميتد لسه. لو احنا رجعنا تاني هنا، ده الريت كوميتد كونسيومر، هو شايف ان ده اللي ينفع يسحبه كل اي حاجه ورا اللاست ستيبل اوفست. كل ده ما ينفعش الا لو هو ان كوميتد، فبيقرا عادي، مش فارق معاه اللاست ستيبل، بيجنور الكلام ده. يعني بيجنور، عمال يقرا وخلاص، تمام، لحد اللي هيوتر مارك معايا. تمام. تمام. لكن هو كوميتد، هو محجوب هنا. يعني هو بالنسبه له كافكا بيقول له لا، مالكش داتا عندي، طالما انت ريت كوميتد اخرك تقرا من دول، لحد ما حرك اللاست ستيبل اوفست دي هنا. فاقوم جايب لك المسج دي عن سو بتتحرك امتى؟ بتتحرك لما الترانزاكشن يابورت او يكوميت. فلما يابورت ده بيفلتر اوت الابورتد مسجز، لكن البندنج ما بيجيلوش اصلا. يعني البندنج اساسا مش افيلابل ليه، تمام. الكوميتد بس، سواء ابورتد او سكسيدد، كده كده بتجيله، وهو بيفلتر اوت الايه، الابورتد مسجز. خلي بالك الموضوع ده ابليكابل على البارتيشن بس. يعني ليتس سي مثلا هو اللوك ده بيحصل على التوبيك بارتيشن بس. يعني الكونسيومر ده ممكن يكون بيقرا من توبيك تاني او بارتيشن تاني، هيبدا يقرا عادي. ترانزاكشن بيلوك
وان توبيك بارتيشن بس اللي هو الانفولفد في الترانزاكشن. لما جيت هنا في البي لود فوق اللي هو ايه توبيك بالانس بارتيشن 0، انا ممكن ابقى كونسيومر بقرا من توبيك بالانس بارتيشن 2 تمام، فهقرا مم. عادي لان ده ديفرنت ايه شارد يعني تمام. لو احنا قربنا المعنى شويه بما انك كنت بتشرح شاردنج امبارح تمام، وصلت كده؟ تمام. فده قاعد بيقرا داتا اللي هي اوريدي كوميتد تمام، فهو عطلان واقف هنا يعني هو لاجد بيهايند اللاست ستيبل اوفست. لكن الكونسيومر ريد ان كوميتد هو مش مهتم اصلا ولا عايز يعرف هو الداتا اللي مكتوبه طالما ريبليكيتد يعني عند الهاي ووتر مارك هيقراها عادي. فانا ممكن اقوم كونسيومر تاني على جنب بيقرا الداتا دي بشكل ريد uncommitted زي ما انا وريتك ان هو هيقرا اي داتا. مهم. فطالما الترانزاكشن ده بدا يكتب فهو عمل لوكينج على البارتيشن في حاله ريد كوميتد تمام. يعني زي ما اكون عمل لوك فلاج كده انا واقف هنا تمام. فلو في بروديوسر تاني عمال يكتب على نفس التوبيك بارتيشن الريد ان كوميتد يقرا، لكن الريد كوميتد لا انا واقف هنا ليه؟ لان في ترانزاكشن في داتا دي كلها ترانزاكشنال داتا، حتى لو في داتا في النص من بعد لاست تيبل اوفست دي نون ترانزاكشنال داتا اللي هي داتا مقريه من كونسيومر تاني، بس هو عشان يجرانتي الاوردرنج تمام فهو عمل لك البوزيشن ده، ففي انت واقف هنا تمام طالما انت مهم. حطيت الفلاج ده في الكونسيومر. ده كان توضيح سريع بس للموضوع بيتم ازاي بشكل عملي عشان يبقى الدنيا واضحه اكتر ما نقعدش نتكلم بس بشكل نظري كتير يعني. حلو جدا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس رجب على الكلام الجميل ده. طبعا الحلقة تقيلة كالعادة، فنتمنى ان الناس تكون يعني طلعت بمعلومة، واللي عنده سؤال او حاجة مش واضحة يا ريت يكتب لنا، وان شاء الله نحاول ممكن في حلقات قادمة نجاوب عنها، او في بوست بقى لو الموضوع بسيط يعني. بشكرك جدا كالعادة، نورتنا. حبيبي وهنتكلم امتى عن الكافكا ستريمز؟ المره اللي جايه بقى ممكن نتكلم عن ماشي. كافكا ستريمز بما ان جت سيرته وانا. ماشي. ماشي، انا بشكرك يا رجب. العفو حبيبي تسلم. سلام.